يعقوب رئيس جمعية سهل طفرطة. نوجد في المشروع تاع سهل طفرطة. حنا كنتواجدوا في وسط المشروع. حنا كنشوفوا الأراضي اللي باقية ما تخدمتش. كاين أرض مكان مشات عندها الجمعية، كتمشي عندها الجمعية كل أسبوع، كتمشي عندها الجمعية الأولى، ولات عاوتاني الجمعية اللي موراها كل أسبوع، عاوتاني حنا الجمعية، عاوتاني المكتب الجديد ديال الجمعية كنمشيو عندهم كيعطيونا وعود خاوية ما فيها حتى شي حاجة. وحنايا كنتواجدوا هنا في وسط المشروع. دابا الفلاحة كيقولوا لنا أي جمعية كتدخل هنايا كتكذب على الفلاح، وحنا بغينا نشوفوا حل لهاد الأراضي اللي ما مخدوماش. وحنايا بغينا حنا بركان كتعطينا وعود خاوية، وبغينا حنا بركان واش كتقولنا تضيفوا في المقاول، والمقاول كيقولنا تضيفوا في بركان. حنا ما عرفناش الراس ديالنا من الساس ديالنا، ما عرفنا حتى شي حاجه، وعود خاويه. وحنا بغينا، وحنايا هذا المشروع ما عرفناش الساس ديالو من الراس. الاراضي خاويه ديال الفلاحه، والفلاحه اي جمعيه كتدخل كيقولوا كيكذبوا، كيعطيونا وعود خاويه، وعود ما فيها حتى شي حاجه. حنا بغينا نعرفوا الساس تاع الجمعيه كي راه صاريلو، كي راه صاري لهاد بركان، كي راه صاري لهاد مقاول. دابا اي جمعيه كتدخل وعود خاويه، ما كاينه حتى شي حاجه. وحنا دابا الفلاح كيجي عندك كيقول لك بلي كتكذبوا علينا. الجمعيه الاولى فات كذبت علينا، الجوجه فات كذبت علينا، انتوما دابا كتكذبوا علينا. حنا بغينا نعرفوا الحق ديال هاد الفلاح فين راه، بغينا الحق ديال الفلاح نعرفوا فين راه. واش كاين حاليا موجود ديفو في بركان، ولا كاين ديفو في المقاول؟ يقول المقاول. دابا الجمعيه الاولى دارت اجتماع مع بركان ومع المقاولين. دابا المقاول كيجي عندنا المشروع كيقول لك واه انا غادي ندير دراسه ديالي وندير هادي وندير هادي. ملي كنتصلوا معاه نتصلوا به كيقول لك اخويا بركان مبلع عليا الباب. وحنايا دابا ما قديناش، عيينا صابرين. الجمعيه الاولى نفس المشكل، الجمعيه الجوجه نفس المشكل، ودابا المكتب الجديد عاوتاني راه غادي في ذاك الباب، عاوتاني غادي في ذاك الباب ديال الجمعيه اللي فاتت. ودابا شوفوا لنا حل كيديروا مع هاد الفلاحه. راه كاينين اللي تما هنا، والهشالات اللي كاينين باقيين ما مخدوماش البلاد ديالهم. التجار بلادهم تخدمات البلاد ديال التجار. المساكين اللي باقيين اللي تما، شوفوا من حال هاد اللي تما اللي راهم هنا في المشروع. شوفوا من حال هاد اللي تما هادو، شوفوا من حال هاد اللي تما. راه التقليد ديالهم عليكم نتوما، التقليد ديال اللي راه داير المشكل هذا المشروع، التقليد ديالو عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. معك حسن الخادر عن جمعية الأمل للقطاع الصقوي بطفرطة، سهل طفرطة. كنتواجدوا الآن بالمشروع الملكي اللي تعطات الانطلاقة ديالو سنة 2013 بجامعة القطيطير. الصوت اللي بغينا نوصلوا اليوم هو أنه كما تعلمون يعني وكما كتلاحظوا بأن كاين المشروع انطلق ديال 2013، وكاين بعض ولكن منذ كان غادي بواتيره يعني ممتازه، وكانت الاشغال مستمره. ولكن منذ جائحه كورونا، ما بعد جائحه كورونا توقفت الاشغال هذه مده 5 سنوات، من 2019 الى الان، يعني هذه مده 5 سنوات. وكيف كتشافتوا تلاحظوا من خلال الفيديو هناك بعض الاراضي اللي هي مختومه هذه سنوات، وكاين بعض الاراضي اللي هي كتشوفوا يعني لا زالت ارض خلاء. يعني المشكل هنا كيوقع لنا حنا كجمعيه، كيوقع لنا احراج كبير مع الفلاحه. كنتواصلوا مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان اللي كيعطينا وعود، وكنحسوا باللي كاين شويه تماطل. السبب ما عرفتش كيحملونا حنا واحد المسؤوليه ماشي ديالنا، يعني كيكلفونا حنا باش كنتواصلوا الان مع الشركات ومع المقاولين، وهذا ماشي تخصص ديالنا وماشي ما عندناش الامكانيات ديالو. وكنبقاو دائما بالرغم من الرحلات المكوكيه الى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان، ولكن لحد الساعه ما كايناش نتيجه. الان حنا كنطيحوا في موقف محرج مع الفلاحه، لان كيقول كتكذبوا علينا وكتعطيونا وعود ما كايناش. حنا يعني كجمعيه الان الناس فقدت الثقه في الجمعيه، وفقدت الثقه، الناس فاقده الامل صراحه اليوم في الجمعيه، لان طوال عليهم الحال وما بقاوش كيثيقوا فينا. يعني هذا الشيء اللي كنفكروا فيه اننا ربما نقدموا استقاله ديالنا من الجمعيه، وكنبقاو هكا يعني، لان الان ما كاينش حلول. يعني الاخر الكره الان في مرمى تاع مكتب الاستثمار الفلاحي ببركان، يعني ما كيعطيناش اجوبه تشفي الغليل يعني لحد الساعه. وحنايا كان بقى لنا مشكل دابا مع الفلاحه، وقع لنا احراج كبير لان ما كنلقاوش اجوبه باش نجاوبوه.